في بعض الأحيان يمكن لخلل بسيط جدا تغيير مؤقت في كود برمجي إنه يكشف عن عالم كان مختبئا أمام أعيننا. وهذا بالضبط ما حدث على منصة إكس. تغيير بسيط استمر لساعات قليلة فقط، لكنه أدى إلى عواقب هائلة وغير متوقعة بالمرة. خلونا ندخل في تفاصيل هذه القصة. وهذا هو السؤال الأساسي، السؤال الذي يطرحه هذا الكشف، وهو سؤال يمس جوهر تجربتنا الرقمية اليومية. الكل يبني علاقات ويثق في مصادر أخبار ويكون آراء، وكل هذا بناء على هويات قد لا تكون حقيقية أبدا. طيب، إيش يصير لما ينهار هذا الوهم حتى لو للحظات؟ القصة تبدأ من هنا. على مدى ساعات قليلة، منصة إكس أتاحت ميزة جديدة، ميزة تسمح لأي شخص يشوف بلد المنشأ لأي حساب. فجأة ما عاد في مكان للاختباء، الستار رقمي انسحب. وبشكل فوري الموضوع تحول لفوضى. المستخدمون بدأوا يحققون في المواقع الحقيقية للحسابات، سواء كانت مشهورة أو مجهولة. واللي اكتشفوا كان صادماً بكل معنى الكلمة، لأنه كشف عن شبكات معقدة جداً من الخداع الرقمي. أول الاكتشافات الكبيرة ما كانت مجرد حسابات فردية عشوائية، لا، الموضوع أخذنا مباشرة إلى قلب التوترات السياسية في منطقة الخليج. هنا الخلل كشف عن حرب باردة إلكترونية كاملة تدور بين حليفين ظاهرين، المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة. الاكتشاف الأول كان مذهل. تبين أن حسابات كثيرة جداً كانت تقدم نفسها على أنها وطنية سعودية وتهاجم ولي العهد الأمير محمد بن سلمان ومشاريعه الكبيرة مثل نيوم، كانت في الواقع تدار من الإمارات. كانوا لابسين قناع المواطن السعودي، لكن الحقيقة كانت شيء ثانٍ تماماً. وهذا الاقتباس للكاتب جمال سلطان يوضح ردة الفعل الفورية. بمجرد ما انكشفت مواقعهم، هذه الحسابات اللي يطلق عليها أحياناً الذباب الإلكتروني سارعت بإزالة الأعلام السعودية من صفحاتها، محاولة يائسة لمحو آثار الخداع. والمصادر كشفت كمان عن جبهة ثانية في هذه الحرب الرقمية. اتضح إنه في حسابات تنتحل هويات سعودية وتروج لمحتوى غير أخلاقي، وهذه كانت تدار من اليمن، ويقال إنها تابعة للحوثيين. لكن الموضوع ما كان محصوراً في الخليج. هذا الخلل أظهر كيف إن الصراع الدائر في السودان له جبهة رقمية شرسة جداً، ما تقل عن شراسة المعارك على الأرض، وفيها لاعبين دوليين. الصورة اللي انكشفت في السودان كانت معقدة بشكل خاص. من جهة، الحسابات الموالية لقوات الدعم السريع كانت تدار من الإمارات، وفي المقابل الحسابات المناهضة لهم كانت تنشط من السعودية. أما الحسابات اللي كانت تركز على انتقاد الدور الإماراتي فاتضح إنها تدار من قطر. كانت حرب بالوكالة كاملة تدور رحاها على وسائل التواصل الاجتماعي. كل اللي شفناه حتى الآن صادم، صحيح، لكن الاكتشاف الأكبر والأكثر غرابة كان على وشك الظهور. قصة تتحدى كل التوقعات وتكشف عن مستوى من الخداع صعب يتصدى. خلونا نلقي نظرة على هذا الحساب. هاكر أخلاقي كان يقدم نفسه كمنقذ رقمي، مهمته مساعدة الناس على تجنب الاحتيال والابتزاز، وبفضل هذا الشيء كسب ثقة آلاف المتابعين في الخليج. وعشان يعزز هذه الصورة، كان الحساب ينشر بانتظام أدعية دينية ومنشورات إيمانية. بهذا الأسلوب بنى هالة من الثقة والمصداقية عن جمهوره المستهدف، كأنه يبدو كأنه واحد منهم وفيهم. وهنا الصدمة الكبرى. هذا الحساب الذي يبدو خليجياً بتوجهه الديني والذي بنى سمعته على مساعدة المستخدمين العرب كان يدار من إسرائيل. وهنا تكمن المفارقة المذهلة. مباشرة بعد اكتشاف موقعه، هذه العبارة في ملفه الشخصي تبدو وكأنها مزحة سوداء. يدعي حماية الناس، بينما كان هو نفسه جزء من عملية خداع متقنة جداً. والمصادر تضيف عمق أكبر للقصة، حيث يزعم أن الحساب مرتبط بوحدة الاستخبارات الإسرائيلية الشهيرة 80200، وهي وحدة توازي وكالة الأمن القومي الأمريكية في قدراتها. والمزاعم تقول إن هذه الوحدة ما بتشتغل من إسرائيل فقط، بل تدير شبكة من الحسابات من دول متعددة عشان تخلق ستار دخاني يصعب اختراقه. بعد كل هذه الاكتشافات المدوية، نافذة الشفافية الصغيرة هذه بدأت تنغلق بسرعة. كان واضحاً إنه ما كان من المفترض للعالم أن يرى كل هذا.
هذا التسلسل يلخص كل شيء. النافذة انفتحت، الأسرار انكشفت، بدأت موجة من الذعر الرقمي وحذف الحسابات، وبعدها النافذة أغلقت بنفس السرعة التي انفتحت فيها. العالم الرقمي رجع لحالة الغموض اللي كان عليها، لكن في شيء اتغير. المعرفة باللي يكمن تحت السطح ما يمكن تلمحها حتى لو اختفت الأدلة. وهذا هو السؤال اللي لازم يبقى في الأذهان. إذا كان كل هذا انكشف بالصدفة البحتة، فما هو حجم جبل الجليد اللي لا يزال مختبئاً تحت السطح بعيداً عن أعيننا؟